من حظي كويس ان انا هيبقى معايا النهارده قيمه وقامه زي الاستاذ احمد البدري، وراجل فنان ابن فنان الاستاذ مراد فكري صادق. يعني انا حظي حلو النهارده. نبدا بس بالاكبر سنا والراجل اللي الناس كلها بتحبه، كل حاجه. استاذ احمد. ربنا النهارده يخليك يا مبسوطين ابني. كلنا ان انت موجود، وانا كمان والله. وانا اعمال جدا ناجحه. كلمنا عن حضورك اليوم مع حسن البرديسي وانت كراجل. بص، انا حسن مش هقدر اقيمه ولا اقول عليه مخرج كويس من خلال النسخه اللي انا اتفرجت عليها عشان ما اكونش بجامل، انما هو عنده قطعات حلوه، عنده احساس حلو، الممثل اللي بيشتغل معاه كويس. وسمعت ان هو عنده مدرسه تعليم وكده، فده باين في شغله. وباذن الله يعني النسخه الجديده بقى تبقى كويسه ويحسن ويبقى فيها مخرج كويس، لان هو احساسه حلو، وانا مبسوط بتواجدي النهارده جدا يعني. النجم ابن النجم، اعمالك الرمضانيه الجامده ورمضان كريم وبسم الله ما شاء الله من نجاح لنجاح. كلمنا، انا عارف ان انت كمان كنت متاثر قوي بتكريم والدك في المهرجان، وانت راجل برضه يعني شقيت وتعبت، انا عارف في المجال ده كتير. فكلمنا عن عمل حسن البرديسي وعن اعمالك انت كمان. حسن مشروع مخرج جميل جدا، ان شاء الله ربنا يكرمه ويكون يتعلم من بعض الاخطاء اللي قابلته. هو مش قاصدها، قد تكون عن طريق الصدفه، ولكن هو هيتعلم منها، واللي جاي اكيد جميل جدا. واحنا لازم ندعم الفن وندعم الفنون، ندعم الشباب.